انا متوقع ان كابتن حلمي الماتش اللي جاي يبقى مفلفل شعره كده ولابس اوفر لا لا سايز. هيبه. تعالى نحكي قصه صغيره كده من لسان حلمي طولان لما كان مع ابراهيم فايق بيقولوا له انت جيت بقيت مدرب المنتخب ده عشان واسطه وكوسه وانت شغال في اتحاد الكوره. قال لهم والله ابدا يا جماعه، احنا كنا قاعدين كلجنه فنيه بنختار مدرب صح. للمنتخب. دخل عليا مش عارف مين اللي هو في اتحاد الكوره، قال لهم ها عملتوا ايه؟ قالوا له بندور في المنتخب. قال لهم هندور على المنتخب ومدرب للمنتخب وكابتن حلمي موجود، معقوله انا؟ يلا يا عم توكل على الله. بس عشان الناس ما تاخدش الموضوع سوفر، هو الموضوع يعني ايه، على الهادي يا جدعان قوي ضحك يعني. وهزار وتهريج ورايحين نعمل اداء كويس ونمتع نفسنا ونروح وناخد كام مليون ونروح بيهم، بس مش اكتر من كده يعني. بس الحاج حلمي بقى، الحاج حلمي طولان عامل لقطه بصراحه كاريزما وعجباني. ايه لبسه يعني ولا ايه؟ لا في لبسه وفي في الاجواء بتاعه المعسكر وفي الماتش. يعني لما بيكون المدرب كبير قوي، في مسافه كبيره قوي ما بينه وبين اللعيبه في السن، بيبقى في دايما حاجز كده، حتى الهزار بيبقى في حدود. انما كابتن حلمي او عارف بصراحه يعني مفاصله اخبارها ايه، بس واضح انه مفيش خشونه خالص، بيخش مع اللعيبه يضربهم ويضرب كتف في كتف ويهزر بالايد وبتاع. ستايل لبس ترنج وكوتشيات من اللي هي الكبيره. انا متوقع ان كابتن حلمي الماتش اللي جاي يبقى مفلفل شعره كده ولابس اوفر لا سايز لا ونازل هيبه هيبه، الاستاد. كابتن حلمي طولان هيبه انا ما الصراحه. اعرفش ليه صراحه تخلى كابتن حلمي طولان عن نضارته. نضاره الشمس بتاعت كابتن حلمي طولان اللي كان بيدرب بيها الزمالك دي كانت ماركه ياه. مسجله والله. صح. انا ما اعرفش ليه هو تخلى عنها.